في المغرب قضت محكمة في الحسيمة في شمال البلاد بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي تهز شمال المملكة منذ أشهر، كما أعلن محامي الدفاع عن المتهمين. الحدث نادر، احتجاجات في قلب العاصمة المغربية الرباط. عشرات الآلاف من المتظاهرين ينددون بما أسموه بالفساد المستفحل في البلاد وبغياب الديمقراطية. ما نطالب به اليوم هو إنهاء الحكم المستبد، إنهاء حكم اللصوص. نحن هنا من أجل الكرامة والمساواة ومن أجل العدالة الاجتماعية. لكن المتظاهرين خرجوا أيضا إلى الشوارع من أجل مساندة سكان الحسيمة التي تشهد منذ 7 أشهر حركة احتجاجية عنيفة في بعض الأحيان. مشاهد الاشتباكات هذه بين شباب المدينة وشرطة مكافحة الشغب أصبحت يومية في الشوارع. حركة الاحتجاج هذه اندلعت حين لقي بائع السمك محسن فكري مصرعه في 28 من تشرين الأول أكتوبر 2016 سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات. وتحولت الحسيمة إلى معقل للحركة الاحتجاجية في المغرب، لا سيما بعد اعتقال زعيم الحركة ناصر الزفزافي وعشرات المحتجين. أسرة الزفزافي كانت قد دعت الملك محمد السادس للتدخل شخصيا لإطلاق سراحه، لكن يبدو أن هذه الدعوة لم تلقى آذانا صاغية، إذ قامت الشرطة باعتقال المزيد من قادة هذا الحراك ومثل أمام القضاء أكثر من 80 شخصا، وحكم على 25 منهم بالسجن لمدة 18 شهرا حبسا نافذا.